سلام الله عليكم أحبائي أينما كنتم، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طليت عليكم بكبيش العيد وأجواء عيد الأضحى. يعني الفيديو هذا كان قديم، وهذا وين كتب ربي باش حطيته لكم. كما شفتوا هذاك هو الكبيش تاعنا اللي عيدنا به. ربي يرزقنا وإياكم. وهذو حوايج يعني بسيطة لأولادي باش يفوتوا بهم العيد الكبير. كما تعرفوا يعني حاجة خفيفة في العيد مع الكبش هذاك هو. هنا كنت شريت لهم غير جبيبات وصندالات خفاف يعني تاع النيلو وشوشوات كالعاده. ووليدي ربي يحفظه شريت له كيف حاجه خفيفه يفوتوا بها العيد ويفرحوا. كما تعرفوا دراري صغار يحبوا يفرحوا باي حاجه تكون صغيره ولا كبيره. وهنايا عندي بعض المشتريات لنهار العيد واللي موراه. يعني بعض القضيان كنت شريت شويه من كل حاجه. كما راكم تشوفوا الزيت، القهوه، الملح، يعني ضروريات اللي نشروهم كل شهر. عندي طعام المقطفه اللي ما تخطينيش، الروز باش نديرو به العصبان، ولي زيبيس هذه حاجه لازمه. الحشيش من اهم يعني المكونات اللي يحتاجهم العصبان هو الحشيش. عندي طماطيش تاع الحب، زروديه، قرعه، طماطيش تاع الباطا، عندي بيطراف وشويه فاكهه اللي قدرنا عليها، مايونيز والخل وساشيات تاع لابوبال اعزكم الله. هذو القضيان كنت وجدتهم وديتهم معايا لداري القديمه يعني في الريف. كما تعرفوا انا راني كاريه. هنا كنت حني درت الفال تاع العيد ليا ولولادي والكبيشو تاعنا. نخليكم على الاجواء. نديروا له الحنة، 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 نديروا له الحنة. كما كنتوا تسمعوا صوت البراءة أولادي كل مناسبة يديروا لومبيونس وحدهم. هذه هي أجواءنا، إن شاء الله تعجبكم. هنا كنت رحت يعني ما بتناش، رحت لداري وثم استقهويت ووجدت روحي ووجدت ولادي ورحنا باش نذبحوا الكبش تاعنا. هنا كان ذبح يعني راجلي وسلفي. كنا بدينا كالعادة بالكباش تاعهم ومن بعد تاعنا. من بعدها سيقنا كامل الساحات يعني وين ذبحنا. كما شفتوا كما تعرفوا الدم وهذوك الشحم اللي ينزلوا من الكبش. من بعدها غطيناهم وخليناهم يريحوا. كما تعرفوا لازم الكبش تاعنا يريح. كنا تعاوننا كامل، سلفتي عجوزتي شوطت لنا الزليف، كل واحد واش دار هكا كملنا بكري. ومن بعدها كل واحد راح يدير الغدا تاعو في دارو. انا كنت حتى كملت كامل تحرحيره تاع الدواره وذوك الزليف غسلته كامل. من بعدها باش درت غدايا بعد ما نقيت الدواره تاعي واللي يجي معاها الشحم كامل درتها في الخل تتشرب شويه وتتنقى مليح. الزليف ثاني درتو في الخل غسلته مليح بلافات تاع الماعن. حكيته كامل من هذيك الكحوليه تاعو. كما قلت لكم عجوزتي هي اللي شوطاتو. كي تاعي كي تاع سلفتي يعني عاونتنا وحنا غسلناه. هذا ما كان ما من القسيم هي قسماته. من بعدها خليته يتقطر ودرته في ساشيات يعني ما حاش نطيبوه هذاك النهار تاع العيد. من جهه اخرى غسلت الريه تاعي ودرت لها الخل كما العاده وخليتها تغلي باش نستعملها في العصبان. هنا الكبده تاعي درت لها لا مارينه تاعها ما قبل يعني قبل ما نغسل كامل هذا الصوالح تاع الكبش درت لها لا مارينه وخليتها تتشرب بعدها باش قليتها. هنا كنت درت لها لي زيبيس كامل يعني المعروفين توعي راس الحانوت، العكري، الكركم، شويه برك ما نكثرولهاش باش ما يتغيرش اللون، الملح والفلفل الكحل والعصره تاع القارص. وطيبتها مليح يعني انا نحبها قريب محروقه باش نقدر ناكلها. يعني انا ما ناكلش كامل الصوالح تاع الكبش، غير الكبده حتمت على روحي يعني غير شويه هكا كما شفتوا. هذا ما كان مع الفريت وتغدينا وبصحتنا والله يدومها نعمه.
انا الدوره تاعي بعد ما تغسلت مليح في الخل وكامل جيت قسمتها هنايا باش ندير العصبان، يعني دوائر دوائر. هي عيني هي ميزاني، يعني دوائر ولا هكا بالطول، المهم تقدروا تعمروها من الداخل. وهذيك اللي فضلت لي يعني اللي شوتو كامل قطعتهم باش درتهم في المرقه تاعها، يعني بكبوكه مع دواره مع عصبان، يعني زوج اطباق في طبق واحد، هكا نبروفيتو شويه في الاطباق تاعنا. هنايا كنت نقيتها مليح كما شفتوا، شوفوا من الداخل كيفاش بيضة تشعل. هنا اللي ما تعرفش تنقي الدواره عندي فيديو دوك نحط لكم الرابط تاعو اسفل صندوق الوصف، هكا تخرج لكم بيضة تشعل وفي بأسهل طريقة. هنا شوفوا كيفاش نقية كامل من الداخل ما من برا. وهنايا جيت نوجد لكم الحشو تاع العصبان تاعنا، يعني الفيديو مفصل راهو نحطه لكم في الفيديو القادم، تلقاوه فيديو مفصل وحده. هنا درت لكم مقتطفات برك يعني باش تشوفوا الاجواء تاعي كيفاش فوتهم نهار العيد الكبير. المكونات تاع العصبان هنايا عندنا الريه كنت قطعتها مكعبات، شويه شحم يكون نقي، المعدنوس، القزبر، الثوم، الطماطيش المصبره، البصل المقطع رقيق، الحمص، فصوص تاع الثوم يكونوا شويه زياده، ولي زيبيس تاعنا هما نزيد نضيف لهم الروز ونخلطه كامل، ما تنسوش الزيت. من بعدها العصبان تاعي كنت خيطته، قلت لكم الفيديو يكون مفصل المره الجايه هكا اللي ما تعرفش تعلم معايا. كنت عمرتهم وخيطهم من الفوق ودرت المرق تاعهم ورميتهم في المرق يطيبوا. من بعدها قدمته بالصحة والهنا. وهذه هي أجوائي، إن شاء الله تعجبكم حبيباتي، ونقول لكم العقوبة العام الجاي وينعاد عليكم بالصحة والعافية في حياتكم كامل وفي حياة العزاز عليكم. هنا شوفوا العصبان تاعي كيفاش جا معسل، يعني ما شاء الله. البنة بشهادة يعني اللي كلاوه، كما قلت لكم انا ما ناكلش هاد الصوالح تاع الكبش، يعني الدواره، العصبان، زليف، والو، يعني ناكل غير اللحم والكبده كما شفتوني يعني ذقتها فقط. هنا شوفوا كيفاش جاني معسل، يعني البكبوكه تاعي ولا المرق تاعو خرج ما شاء الله خاثر حميمر، يعني الصورة راهي تعبر لكم. ما من الداخل خرج مشمخ، والمكونات تاعو من الداخل راهي تشهي. اذا شهاكم الفيديو ديروا لي جام وما تنسونيش بالتعليق الطيبة كيما نتوما، مع السلامة.